سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي نشرة الأنباء الأحوازية، والتي نبدأها بالعناوين. إصابة 7 أشخاص ووفاة 2 في حادث سير على طريق إيذج. كارثة بيئية في وسط الأحواز العاصمة، صناديق القمامة والحقن المهجورة. كارثة بيئية في حي العبارة وحي مشعلي بالأحواز. فيضان مياه الصرف الصحي في شارع عروسية بعبادان، كارثة صحية وبيئية تهدد السكان. سقوط برج الاتصالات ينقذ 15 طفلا في قرية إسماعيل الغانم. إهمال حكومي يفاقم معاناة المتقاعدين في إيران. اعتقال 863 مسؤولا بلديا خلال 6 سنوات، ارتفاع معدلات الفساد الإداري في إيران. مستشار خامنئي مهددا العرب، يجب التعامل مع الدول العربية بالوقت المناسب. قناة 11، إسرائيل تستعد لهجوم بالغ الأهمية على إيران. ونعيم قاسم فر إلى طهران بطائرة وزير الخارجية الإيراني. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وقع حادث سير بين سيارتين من نوع سمند وبيكان على طريق إيذج ظهر يوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. من بين المصابين هناك صبي يبلغ من العمر 5 سنوات، و4 رجال تتراوح أعمارهم بين 31 و60 عاما، بالإضافة إلى امرأتين تبلغان من العمر 17 و33 عاما. للأسف توفي رجلان يبلغان من العمر 64 و66 عاما نتيجة هذا الحادث. هذا الحادث يعكس الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة على الطرقات لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية. تعيش منطقة الصخيرية في وسط الأحواز العاصمة وضعا بيئيا كارثيا، حيث تنتشر صناديق القمامة والحقن المهجورة في الشوارع، مما يهدد صحة السكان ويلوث البيئة بشكل خطير. رغم التحذيرات من المخاطر الصحية، لم تتخذ السلطات المحلية أي إجراءات جدية لمعالجة الوضع، مما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة البيئية. تراكم النفايات والمواد الطبية المهجورة يزيد من احتمالات انتشار الأمراض والتلوث البيئي، مما يعكس إهمالا واضحا في إدارة النفايات وحماية الصحة العامة. تظل الحاجة ماسة إلى تدخل فوري من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة البيئية وتوفير بيئة نظيفة وصحية لسكان المنطقة. تعاني منطقتا العبارة وحي مشعلي في الأحواز من تراكم كميات كبيرة من النفايات منذ أيام عديدة، مما يخلق بيئة غير صحية تهدد صحة السكان. هذا الوضع الكارثي يعكس إهمال الجهات المسؤولة في توفير الخدمات الأساسية كالصرف الصحي ووسائل الراحة. السكان يتساءلون: هل المسؤولون على استعداد للعيش في مثل هذه الظروف؟ الأهالي يطالبون تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة البيئية وتحسين ظروف العيش في هذه المناطق. شهد شارع أروسية في عبادان فيضان مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى دخولها إلى المنازل الخاصة وخلق كارثة صحية وبيئية للمواطنين. هذا الوضع ليس مجرد إزعاج مؤقت، بل يعرض السكان لمخاطر صحية جسيمة بسبب التلوث البيئي وانتشار الروائح الكريهة والبكتيريا الضارة. الأضرار الناتجة عن هذه الفيضانات تشمل تلوث المياه الجوفية وزيادة فرص انتشار الأمراض المعدية. وفي سياق متصل، يعاني حي العزيزية الجنوبية بين كيان والشيخ بهاء من وضع مزر للصرف الصحي، مما يزيد من تعقيد الأزمة البيئية في المنطقة. تستمر النفايات ومياه الصرف الصحي في التدفق بلا رادع، مما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من مخاطر الصحة العامة.
الإهمال المستمر من قبل الجهات المعنية في معالجة مشاكل الصرف الصحي يزيد من معاناة السكان ويعرضهم لمزيد من المخاطر. يجب على السلطات المحلية التحرك بسرعة لحل هذه المشكلة وضمان سلامة وصحة المواطنين. في حادثة مروعة بقرية إسماعيل الغانم التابعة للكرخة، سقط برج الاتصالات الدكل على مبنى وكان هناك حوالي 15 طفلا يلعبون بالقرب منه، وتم إنقاذهم من الموت المحقق. السبب وراء سقوط البرج هو تعفن قضبان الحماية، وهي مشكلة اشتكى منها السكان لفترة طويلة دون استجابة من المسؤولين. لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الحادث، ولكنه يعكس الحاجة الملحة لتحسين الصيانة والإجراءات الأمنية لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل. يشكو المتقاعدون الحكوميون في إيران من الإهمال المستمر الذي يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية. بالرغم من سنوات الخدمة الطويلة والتضحيات الكبيرة التي قدموها، فإن الحكومة لا تزال تفتقر إلى خطط فعلية لتحسين حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية. تتزايد الشكاوى بشأن الرواتب المتدنية وعدم توفر الخدمات الصحية المناسبة، مما يجعل من الصعب على المتقاعدين تأمين احتياجاتهم اليومية. بعض المتقاعدين يعانون من صعوبة حتى في دفع تكاليف السكن والطعام، بينما تضيف السياسات الحكومية الاقتصادية المتقلبة المزيد من الضغوط على حياتهم. ينبغي على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء الأفراد الذين خدموا البلد بإخلاص. توفير معيشة كريمة وخدمات صحية ملائمة يجب أن يكون من أولويات أي حكومة تهتم بمواطنيها وتقدر جهودهم. هذا الإهمال المتواصل يعكس عدم اهتمام السلطات بمشاكل الناس اليومية ويزيد من معاناتهم بشكل لا يمكن تحمله. هذا وقد تزايدت الاحتياجات في مدينتي الأحواز والسوس، حيث يطالب المتقاعدون بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم الأساسية. أفادت صحيفة فرهيختان الإيرانية في تقرير لها بأن الفساد الإداري في إيران شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 863 شخصا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في البلاد خلال السنوات الست الماضية. ووفقا للتقرير فإن 430 من هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2021 وحتى الآن. وذكرت صحيفة فرهيختان الأصولية الإيرانية في تقريرها الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري أنه تم اعتقال 20 شخصا على الأقل من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في مختلف المناطق خلال الأسبوعين الماضيين. قال علي لاریجاني الرئيس السابق للبرلمان الإيراني ومستشار خامنئي إن الدول العربية فقدت كرامتها بعد فرحها لمقتل نصر الله وهنية، وأضاف: يجب التعامل مع الدول العربية التي تسعى إلى إصدار بيانات ضد إيران بشأن الجزر الثلاث في الوقت المناسب. أفادت القناة 11 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في البلاد بأن تل أبيب تستعد لشن هجوم بالغ الأهمية على إيران، وأضاف المسؤول: إسرائيل تدرك مسبقا أن إيران لن تتجاهل الرد على هذا الهجوم، ولذلك هناك استعدادات خاصة لهذا الأمر. نقلا عن مصدر إيراني أن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قد سافر إلى طهران بطائرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بناء على أوامر من كبار مسؤولي طهران خوفا من قتله على يد إسرائيل. وذكر الموقع نقلا عن المصدر أيضا أن قاسم ألقى 3 خطب منذ مقتل حسن نصر الله، وأن الخطبتين الثانية والثالثة له قد تم تسجيلهما في طهران. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة، وإلى اللقاء مع طائفة أخرى من أهم الأنباء الأحوازية. دمتم في أمان الله.